احنا عندنا في مصر مشكلة. احنا عندنا خيبة تسويق، احنا ما بنعرفش نعمل تسويق. ما بنعرفش نقول للعالم كله اللي احنا عندنا احلى بحر في العالم، البحر الاحمر. احنا شايفين ان العالم احنا عندنا اكتر اثار في العالم، اللي في الاقصر وفي اسوان وفي القاهرة وفي الحاجات، ما حدش عارف الكلام ده كله. وعندنا مشكلة ثالثة، اللي احنا مش عارفين نوصل الكمية الافلام والانتاج السينمائي اللي بيحصل بره. الناس مش عارفه عننا اللي احنا بنعمل افلام تضحك وافلام ليها قصص، وعندنا كلتشر وبيئه الناس ممكن تبقى عايزه تتعرف علينا وتشوف عايشين ازاي. المشكله لو انت تفكر دلوقتي، الافلام الهندي بتيجي من الهند لمصر وبتوصل العالم كله، وكله بيتفرج عليها وبيحب الافلام ديت. احنا عندنا الافلام المصري تبقى جامد قوي لو وصلت الوطن العربي. طب انا مش فاهم هي ما بتوصلش العالم كله ليه؟ ايه مشكلتها؟ افلام المصري فيها افكار مش موجودة في العالم كله. لو فكرت على فيلم كده رضا، الفيلم ده لو جاء امريكا هنا، امريكا هنا في الجيش مش اي حد لازم يخش الجيش، انت تخش لو انت عايز تخش. فعشان حد يتفرج، اللي كان فيه واحد عنده 3 عيال والثلاث عيال دول خايف يدخلهم الجيش ويطلعهم كلهم ببطاقه واحده وعداها، الكلام ده مش موجود هنا. وطلع بكميه الضحك الهستيري في الفيلم ده. فيلم زي ده ما تترجمش ليه ونزل في السينمات هنا في امريكا؟ ولو السينمات مش عايزه عشان بتقولك اللي هو مش هيعمل انتاج ولا هيجيب فلوس ليهم، ما نزلش ليه على نتفليكس؟ نتفليكس ده بندفع فلوس في الشهر عشان نتفرج على كميه افلام غير عاديه اونلاين. وفي امازون برايم نفس الكلام. ما نزلش ليه على الحاجات دي؟ يمكن في المستقبل الناس تحب الافلام العربي زي ما هم بيحبوا الافلام الهندي، ويبقى بعد كده السينمات هي اللي تطلب الافلام بتاعتنا تنزل عندها. ما فكرتش ليه اللي ممكن واحد الكل العرب اللي عايشين في امريكا او في العالم كله عايزين عيالهم يشوفوا البيئة اللي هم جايين منها والعادات والتقاليد بتاعتنا، ويتعلموا ويسمعوا العربي ويلقطوا كلمات من الفيلم ده، منه فيلم بيضحك وهيبقوا هم قاعدين بيتفرجوا عليهم مبسوطين. ما فكرتش ليه في حاجة زي كده؟ واحنا كعرب موجودين في كل حتة في العالم. فيلم حين ميسرة، الفيلم ده كئيب قوي. الفيلم ده لو جيت كلمت حد في امريكا هنا من الناس المكتئبه، اللي هم بيقول لك امريكا وحشه وزعلان ومتضايق من حياته والكلام ده كله، وريته ازاي الناس في مصر عايشه واقعيا، الراجل ده هيخف. ده دواء ليه ده. الراجل ده هيقوم يروح من المستشفى يروح البيت وهيشتغل تاني يوم وهينزل وهيبقى زي الفل. احنا مشكلتنا اللي احنا مش عارفين نسوق صح. لازم الافلام بتاعتنا تلف العالم، حتى لو مش هتعمل فلوس بس تلف، خلي الناس يمكن تحبنا بعد كده. ممكن اعرف ليه محدش تعب نفسه من الشباب المصري ودخل على اليوتيوب واخد فيلم من الافلام الجامده وترجمه بالانجليزي ونزله على اليوتيوب تاني يا جدع؟ يمكن يجيلك هيتس وفيديوهات وتشتغل وتكسب ممكن من الموضوع ده. ودي بتشجع بلدك وبتشجع نفسك ويا عالم يمكن الناس تحب الفيلم. انا بقعد مع اصحابي هنا في امريكا ساعات وترجم لهم فيلم كده رضا وبيموتوا بالضحك. في كذا فكرة تانية موجودة هنا في أمريكا بتتعمل فعلا. موضوع سهل وبسيط، والحكومة عندنا ممكن تعمله ببساطة. هنا في أمريكا في فكرة إن ممكن بيجيبوا كاميرا بيحطوها مع كل 3 4 ظباط، عشان كل ما يمسكوا كيس معينة الكاميرا دي تفضل ماشية ورا منهم بتصور الكيس كلها من أولها لآخرها لغاية ما بيقبضوا على القاتل أو بيقبضوا على اللي عمل النصيبة دي. وفي الآخر بياخدوا يمنتجوها ويحطوها تاني إيه على التلفزيون وبيبيعوها للعالم كله عشان الناس تتفرج ازاي الضابط الامريكي راح مسك الحرامي دوت او مسك النصاب دوت او مسك الراجل اللي هو قتل ولا سرق. وتتفرج على قد ايه كميه الذكاء عشان يجيبوا راجل زي ده. فانت بتبقى قاعد مبسوط جدا وانت تتفرج. اول حاجه بيبيعوه بيكسبوا فلوس جامده جدا. تاني حاجه الناس هنا بقت بتخاف تسرق. برنامج تاني عندنا هنا في امريكا، البوليس بيجيب عربيه ويحطها ويفتح الباب ويسيب العربيه دايره والمفتاح جوه منها، بس هم البوليس قاعدين مستخبين في 4 5 عربيات جنب منهم لغايه ما الحرامي يخش ويسرق العربيه ويمشي بيها، يروح دايسين على زرار بطلين له العربيه والعربيه تتقفل عليه ويعملوا عليه الليله ويقبضوا عليه. وكل ده متصور وينزلوا برضه الفيلم دوت ويكسبوا فلوس وشغاله العمليه. بيعملوا فلوس من الهوا واحنا قاعدين بنشتكي ان الدولار عمال بيغلى. ما من خيبتنا احنا مش عايزين نشتغل اصلا.
دول فكرتين، في مليون فكره وفكره، بس لازم الناس تشتغل شويه. فكروا وابداوا اعملوا حاجه، حتى لو الحكومه مش عايز تعمل، اعمل انت اي حاجه يا جدع. لو انت عندك اي فكره وعايز حد يساعدك، مثلا في امريكا عايش بره، كلمني قول لي انا عندي فكره كذا كذا كذا، وانا هديك نصيحتي وهساعدك وهعرفك على ناس ممكن تساعدك وتاخدك من الموضوع ده وتطلع بيك لفوق. ولو انت عندك فكره بس انت مشغول قوي ومش عارف تعملها، حطها في الكومنتس يمكن حد تاني يعملها. لو اقتنعت بالفكره بتاعتي وحاسس الفيديو ده ممكن يأثر في اي حد من صحابك او يغير حد من صحابك في حياته، اعمل له تاج، اعمل فيديو شير، خلي الناس تعرف، يمكن هم يغيروا حياتهم بالموضوع دوت.